السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت الكيكة زي ما انتوا شايفين، نفس الخلطة بتاعت الفيديو اللي فات. كوباية دقيق، نص كوباية سكر، ربع كوباية زيت، 2 بيضة، رشة ملح. الدقيق قللت ربع الكوباية وحطيت كاكاو خام عشان اعملها شوكولاتة كلها. وطبعا معلقة خل على البيض وفانيليا، وحوالي ربع كوباية لبن والبيكنج باودر. وبعد ما كل ده خلطته مع بعض، بعد ما ضربت البيض مع السكر مع الزيت وحطيت الفانيليا ومعلقة الخل، بعد كل ده ضفت الكاكاو والدقيق، وكنت مجهزة ربع كوباية مية سخنة بتغلي، وحطيت عليها معلقة قهوة، دي بتدي نكهة فظيعة. فهنا حطيتها في السفوتيرة علشان السفوتيرة عندي زي ما انتوا شايفين اللي هي مخرمة. تمام. في سفوتيرة صماء برضو كانت هتبقى كويسة جدا. على فكرة دي فقاعات هوا من الضرب. وحطيت فيها شوكولاتة فرماسيل، وجبت حتت الشوكولاتة الخام او اي نوع شوكولاتة انت تحبيه، علشان اللي بيحبوا الشوكولاتة كتير. وهحطها كده، وهجيب الآنية اللي عندي واحط كوباية مية واركب واحط السفوتيرة واحط غطا الايزي كويك واظبطه برضو على 15 دقيقة بعلامة البخار. خليكم معايا. هنا غطا الايزي كويك زي ما احنا شايفين له 2 كاوتشة. انا هشيل الكاوتشة الصغيرة اللي هي الاولانية دي، علشان الآنية اللي انا هحط فيها السفوتيرة قطر 24. زي ما احنا شايفين كده، بضغط على اليد واجيبها على جنب. زي ما احنا شايفين ركبت الغطا على الآنية، وهجيب الاوديو ثيرم اركبه. تمام. اضغط الزر اللي في الوسط، خمستاشر دقيقة علامة البخار. تمام. وهستنى لغاية الوقت ما يعدي ونشوف النتيجة ان شاء الله تطلع جميلة. وطبعا ممكن في الوقت ده اجهز شوكولاتة بقى سيحة لو عايزة احطها على الوش، ونحط بقى كل ست بيت بتعمل ابداعاتها. شايفين خلاص الوقت خلص وقال لي 00، فانا هبدأ اشيل الاوديو ثيرم والغطا وطفيت النار. يلا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشوكولاتة اللي انا كنت حطاها في الوش نزلت لما الكيكة ارتفعت. معلش البخار. بسم الله. دي الشوكولاتة. تمام. انا حاسة بيها، الشوكولاتة هي اللي سايحة مش الكيكة. هطلعها ونشوف النتيجة. بصراحة اجمل كيكة في الدنيا الكيكة اللي بغطا الايزي كويك. شايفين انا قلبتها على الوش التاني. شايفين الفقاعات الهوائية دي بتديكي ايحاء انها من جوه هشة جدا، طرية جدا، حاجة كده سبونج جدا جدا جدا. طبعا الحتت دي الشوكولاتة اللي انا حطيتها اهي بدأت تسيح، وهتديها طعم وتديها مذاق وفرق كبير. زي ما احنا شايفين ارتفاعها، طبعا انا حاطه كوبايه بالظبط، هي كوبايه الا ربع والباقي كاكاو. ارتفاعها ده حلو جدا وهشه. ودلوقتي انا اقدر اقطعها وبالهنا والشفا، او هسيح
حتتين كده شوكولاته واغطيهم على الوش وشوكولاته فرماسيل، وبقيت معانا حته تورتايه جميله في 15 دقيقه وجاهزه لاي احتفال وجاهزه لاي مناسبه بجد. ولا فرن ولا حر ولا قلق، ولا الفرن مش هيسويها عدل ولا هيحصل اي مشكله. بجد غطا الايزي كويك ده من جماله الكيكات والمخبوزات وحاجات تانية كتير ان شاء الله نعملها. هنا حمام ميه الشوكولاته ساحت كلها، هقلبها واحطها على الكيكه وتعالوا نشوفها. شايفين الجمال؟ تورتايه ولا مش تورتايه؟ تعالوا كده نقطعها ونقول بسم الله بسم الله. شايفين دايبه هشه تحفه تحفه تحفه. شايفين الهشاشان الشوكولاته من جوه جميله جدا، جربوها هتعجبكم جدا جدا. الهنا والشفا. بس غطا الايزي كويك هو السبب فيها، مش شطارتي، انا ما عملتش حاجه زياده.